موضوع التحرش كتر قوي يا جماعة. فمن فضلكم يا أمهات ركزوا مع بناتكم شوية. أنا مش قادرة أصدق إن أنا خلال أسبوع 5 بنات عندهم حالة نفسية وعندهم عقدة من الرجالة بسبب إن هم تعرضوا للتحرش وهم صغيرين. اللي تعرضت للتحرش من قريب مامتها، واللي تعرضت للتحرش من جارها، واللي تعرضت للتحرش من جوز مامتها. أنا مش فاهمة الأمهات دي بتسيب بناتها مع راجل لوحدها ليه؟ أيا كان صفته، أيا كان صفته إيه بالنسبة لك، ما تسيبيش بنتك قاعدة معاه لفترة طويلة لوحدها. اللي جوزها اتحرش ببنتها دي، الأم ما صدقتش بنتها، الأم هاجمت بنتها. أنا مش قادرة أصدق يا جماعة الأمهات اللي وصلت لمرحلة إن هي بنتها بتقول لها جوزك عمل معايا كذا، وهي تيجي على بنتها وتقول لها لا استحالة، ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ هو ايه اللي انتي بتعمليه ده؟ هو مش البنت بتقول ايه، انتي اللي بتودي وبتقولي ايه. يعني انتي تكدبي بنتك علشان خاطر ما تضايقيش جوزك ومش مهم بنتك؟ البنت اتعرضت للموقف ده وهي عندها حوالي 9 سنين، دلوقتي هي بتتكلم معايا وهي عندها 30 سنة ومش قادرة تنسى الموقف انها اتكلمت مع مامتها في حاجة زي دي ومامتها ما ادتهاش اهتمام. البنت التانية اللي قريب مامتها اتحرش بيها لحد النهاردة هي ما حكتش لمامتها اصلا علشان مامتها عصبية وهي خايفة من رد فعل مامتها معاها. انا والله ما قادرة اصدق. ايه يا امهات، ايه اللي جرالكوا؟ انا مش مصدقه. ركزوا مع بناتكوا شويه يا جماعه، مش كده. معلش انا منفعله فعلا عشان لسه مخلصه مع حاله حقيقي الوضع صعب جدا معاهم. البنات متعقده جدا، وكل ده بسبب اهمال الام. فأتمنى لكل أم بوجه كلامي ركزوا مع بناتكم، ما تسيبوش بناتكم في سن ال9 سنين وال10 سنين وال12 سنة نهائي مع راجل مهما كان صفته ايه.